كان في التاج لاين القديم لو تفتكر بتاع ساوند سيستمز زمان، كان يقول لك ايه، يقول لك ذا نتورك از ذا كمبيوتر. كان في خبر كده اثار بلبله كده في الماركت، حلوه بلبله ديت الحلقه اللي فاتت، وهي احنا ليه محتاجين اي اي ريدي داتا سنترز. ازاي بنقارن التراديشنال ورك لودز بالاي اي ورك لودز؟ ان تقريبا تلتين الوقت بتاع الجوب كومبليشن تايم، تخيل فين؟ في النتورك. السلام عليكم واهلا وسهلا متابعي تيركو بايتس بالعربي. ايه الاخبار يا باسم، عامل ايه؟ ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. الاسبوع اللي فات كان في خبر كده اثار بلبله كده في الماركت، حلوه بلبله ديت، ان ان اوراكل وميتا هتبتدي ان هي تادبت النتوركينج ستاك الجديد بتاع انفيديا اللي هو مسمينه سبيكترم اكس. سبيكترم اكس ده بكل بساطه هو نتوركينج ستاك جديد انهانسد علشان الاي اي ورك لود. طيب الخبر دوت برضه بيجي مع مجموعه كبيره من الاخبار حصلت الشهور والسنين اللي فاتت، زي الاكوزيشن بتاع اتش بي اي على جونيبر، زي الانهانسمنتس والانونسمنتس الجديده بتاعت سيسكو للشيبسيتس الاوبتمايزد علشان الاي اي ورك لودز، ومجموعه كبيره من الاخبار كلها بتدور في فلك النتوركينج والداتا سنتر. وازاي ان زي ما كان في التاج لاين القديم لو تفتكر بتاع ساوند سيستمز زمان، كان يقول لك ايه، يقول لك ذا نتورك از ذا كمبيوتر. كانوا يقصدوا بيه حاجه مهمه، كانوا يقصدوا بيه ازاي ان الديستريبتد سيستمز بتتبني بالنتوركس. النتوركس هي النيرفس سيستم بتاع السوبر كمبيوترز وبتاعه النتوركينج اللي تشتغل عليها الاي اي ورك لودز والحاجات اللي هي الايه، الادفانسد. فالخبر دوت مع مجموعه الاخبار ديت سبحان الله انهم الايند مع فكره الحلقه بتاعت النهارده اللي احنا وعدنا بيها المستمعين الحلقه اللي فاتت، وهي احنا ليه محتاجين اي اي ريدي داتا سنترز. زي ما اتفقنا احنا هنجاوب على السؤال دوت من خلال 3 عدسات مختلفه او من خلال 3 مناظير مختلفه. اول منظور ان شاء الله ان احنا هنقارن ما بين التراديشنال ورك لودز اجينست الاي اي ورك لودز وايه الفروق اللي ما بينهم. تاني حاجه ايه الامبليكيشنز او التداعيات بتاعه التشينجز دي على النتوركينج ستاك. وتالت حاجه ايه الامبليكيشنز والتداعيات بتاعه دوت على الباور والكولينج عموما. فخلينا كده نبتدي سريعا كده يا باسم نجاوب على اول سؤال، ازاي بنقارن التراديشنال ورك لودز بالاي اي ورك لودز؟ تمام. بص، هو احنا عشان بس نعرف نقارن صح ما بين حاجتين هقول لك مختلفين شويه ما بينهم وبين بعض، لازم نحط كده زي بيز لاين او فريم ورك مع بعض، نعرف او نقدر من خلاله نعرف نعمل بروفايل لشكل الورك لود في التراديشنال داتا سنتر وشكل الورك لود في الاي اي داتا سنتر. تعالى ممتاز. بصرف النظر هي ايه بالظبط هنا وايه بالظبط هنا، تعالى نحط الفريم ورك ده مع بعض. اول حاجه او اهم حاجتين وانت بتتكلم على اي ورك لود جوه داتا سنتر، هما حاجتين: الاركتكشر بتاعه هو ايه بالظبط، والسكيلينج بيتعمل ازاي. يعني مهم. خلينا مثلا ناخد 2 داتا سنتر موجودين عندنا، واحده تراديشنال يعني هسميها دلوقتي تراديشنال او قديمه يعني، والثانيه اي اي ريدي داتا سنتر، او واحده هتهوست اوكي. الاي اي ورك لود. حلو. الاركتكشر بتاع التراديشنال داتا سنتر او شكل الابلكيشن او شكل الورك لود اللي بينزل على التراديشنال داتا سنتر دايما بيفولو كده ستاندرد، او بيفولو غالبا موديل كده بيسموه ايه، الثري تير موديل. مهم. خلينا ناخد مثلا مثال حاجه زي الاي كوميرس. اي كوميرس مثلا زي ايه؟ علي اكسبريس، اي بي، امازون. الويب سايت بتاعت الاي كوميرس دي كلها هتلاقي ان مهم. هي بتفولو نفس الباترن في الاخر: 3 تير: فرونت اند، باك اند، داتابيز. 3 حاجات مع بعض، والثلاثه بيتكلموا بعض، بس المميز فيهم ان هم الثلاثه لايرز مختلفه تماما عن بعض. هم بيتكلموا مهم. بعض بس كل لاير منفصله تماما عن الثانيه. عندك الفرونت اند بيتكلم باك اند، عندك الباك اند بيتكلم داتابيز، الداتابيز بترجع الانفورميشن دي للفرونت اند او للباك اند. المهم ان هم 3 لاير مختلفين عن بعض، وكل حاجه واحد تحسها فيهم ليه ترانزاكشنال السيرفرز كده، بتاعته ده وليه بيكلم ده، ده الكمبيوتنج باور بيكلم بتاعته. ده. بيور ترانزاكشن. الكلمه دي حلوه عشان هنرجع لها تاني واحنا بنقيس البرفورمانس بتاع كل واحده فيهم عامله ايه. واحده منهم ترانزاكشنز والتانيه حاجه تانيه هنعرفها. فالمهم اوكي. دلوقتي ان هم 3 لاير مختلفين عن بعض: فرونت اند، باك اند، داتابيس. وده برضه بيأثر على المعيار التاني اللي احنا بنقيس بيه في الفريم ورك بتاعنا: السكيلينج. مهم. وكل لاير منهم تقدر تعمل لها سكيلينج منفصل عن اللاير التاني اللي جنبها. اقدر اكبر الفرونت اند، اقدر اكبر عدد السيرفرات اللي جوه الفرونت اند واخلي الباك اند زي ما هو. اقدر اخلي الداتابيس اكبر او اصغر، سكيل يعني سكيل اوت او سكيل ان. فده شيء مهم. حاجه برضه مهمه تانية: الفيليرز. انا الفيلير في التراديشنال داتا سنتر او التراديشنال ورك لود ما بيأثرش على بعض. لو سيرفر مهم. جوه الفرونت اند حصل له فيه، ما الباك اند ما بيحسش بيه. الباك اند لو حصل له فيه الداتابيس ما بتحسش بيه.
ليه؟ الطبيعي مثلا سواء لود بالانسر او ايا كان اللي قدامه بيعرف على طول يروت الترافيك كسيشنز يعني، او يروت السيشنز لمكان تاني. ايفن حتى الابلكيشنز دلوقتي بقت يعني من الانتليجنس ان هي من غير حتى لود بالانسر بتعرف يعني تويزدرو الفيلد نوت وتبروموت نوت تانيه مكانها، فده مم. بيحصل مم. سموثلي من غير اليوزر ما بيتدخل. فده افضل حاجه فيه. عشان كده حتى بيسموها كده، ليها اسم كده لوحدها اسمها لوزلي كابلد اركتكتشر، يعني كل مم. اركتكتشر او كل نود هي او كل لاير هي منفصله عن بعضها. كأنها السكيلينج زي ما ستاند قلنا الون هو انتيتي سكيل كده. اوت، اقدر اكبر اللاير. بالظبط، اقدر اكبر ده واقدر اصغر اللاير من غير ما ايه، ما اثر في بقيه اللايرز الثانيه. تعالى بقى للجي بي يو، او تعالى سوري للاي اي داتا سنتر، اي الموضوع بقى اي. مختلف تماما. مم. انت هنا بتتكلم على 100,000 200,000 بتوصل لنص مليون ومليون جي بي يو، كلهم بيتكلموا بعض، وكلهم بقى دي النقطة مهمة، لاير واحدة. لازم كلهم في الآخر اه، يبانوا إن هم نفس اللاير. لما يجوا كأنها يتكلموا بعض مونوليتك ما كده، حاجة ينفعش مثلا مونوليتك كده في الآخر. هنزعل مننا الناس بتوع الديفلوبرز، بس يعني اعتبرها ان هي مونوليتك. يعني لو هنعتبر دول مايكرو سيرفيسز فهم دول ايه، بيور صح. مونوليتك. اللي هي بدأنا نرجع لها تاني يعني الفترة الأخيرة دي، بس صح. يعني خلاص يعني هي احنا صح. ده فعلا مثال واضح ليها. مونوليتك مم. موديول واحد، لاير واحدة. اللي بيأثر في اي حته منها بتعمله بروبيجيشن في بقيه اللايرز. لو في لاير صحيح. منهم او في جزء من اللاير دي فيها ديلي، فيها مشاكل، فيها فيلير، اوتوماتيك كل اللاير مم. هتتاثر. مش زي صحيح. الموديل الاولاني اللي احنا اتكلمنا عليه. فاحنا اتكلمنا دلوقتي على حاجتين ايه، الاركتكشر والسكيلينج. السكيلينج في الاي اي داتا سنتر غريب شويه. انت مم. لو عايز تقلل زمن التريننج في الاي اي داتا سنتر ما بتزودش جي بي يو خلاص. يعني مثلا مم. طالما النهارده عندك مثلا 500,000 جي بي يو، عايز اقلل مثلا زمن التريننج بنسبه معينه، يعني مش هخليه مثلا 600,000 او 700,000، لا. صح. هي في اكتر من لاير زي ما انت قلت كده في الكود بتاع سان سيستم. هي الكمبيوتر از ذا نيو نتورك از ذا نيو كمبيوتر. هو ده مم. اللي بيحصل. انت لازم كمان تعدل في النتورك عندك، شكل النتورك اللي ما بين الجي بيوز دي كلها لازم هي كمان يحصل لها ابجريد. فبالتالي صح. انت ممكن تفكر فيها ان هي سكيل اب اركتكشر. مم. التراديشنال داتا سنتر هي سكيل اوت سكيل اوت سكيل ان. هنا في الجي بي يو او في الاي داتا سنتر ممكن تبص لها هنا اكتر سكيل اب. عشان ازود او احسن الافشنسي بتاعت الاي داتا سنتر عندي لازم ازود جي بي يو، ده اساسي، ده شيء مم. منطقي يعني. واحسن مم. شكل النتورك والمسارات والباسز اللي ما صح. بينهم وبين بعضهم. في فهي اقرب architectural للسكيل اب. enhancements محتاجين نعملها النقطه بقى يعني. اللي بترجع لها بالظبط، يعني انت ممكن بقى لازم تغير في كل نقطه في النتورك في الاركتشر عندك عشان تعمل ابجريد، فول ابجريد للستيك. ما ينفعش صحيح. مثلا اغير في كام لاير موجود عندي. النقطه اللي انت صحيح. قلتها بقى الترانزاكشن دي نقطه عظيمه. لان في التراديشنال داتا سنتر او في الاي كوميرس داتا سنتر مثلا او في الاي كوميرس ابلكيشن ما بتتقاسش هو السي بي يو ده سرعته قد ايه. يعني انا هوست مم. الابلكيشن بتاعي على السي بي يو سرعته 3.5 جيجا هرتز ولا 4 جيجا هرتز. ما حدش بيبص للارقام دي. مم. وايفن حتى عدد السي بي يو هو فاكتور مهم طبعا، بس يعني خلاص يعني بعد رقم معين من السي بي يو انت مهما بتزود في عدد السي بي يو ما بتحسنش في الابلكيشنز. يعني هي خلاص هي وصلت لمرحله أكيد. ساتوريشن معينه. بيتقاس صحيح. بالترانزاكشنز. ده المهم. مم. اليوزر ده بيعمل كام ترانزاكشن، الداتابيس دي بيحصل عليها كام ترانزاكشن، الفرونت اند ده يقدر يستحمل او الباك اند يقدر يستحمل كام ترانزاكشن. فهي العمله في الورك لود، في التراديشنال ورك لود هو الترانزاكشنز. كام مم. عمليه بقدر اعملها بصرف النظر عن النتورك، بصرف النظر عن السي بي يو. انا في الاخر عايز اشوف ليفل الابلكيشنز. الاي اي ورك لود العمله بتاعته مختلفه. العمله بتاعته اللي احنا مم. اتكلمنا عليها المره اللي فاتت اللي هي الفلوبس. كام صح. عمليه عشريه او كام عمليه اقدر اعملها على ارقام عشريه اقدر اعملها على الجي بي يو الواحد. لو تفتكر المره اللي فاتت لما كنا بنتكلم على الفلوبس كنا بنقول مثلا حاجه زي انفيديا اتش 100 ده سرعته 4 بيتا فلوبس. مم. يقدر يعمل 4000 تيرا من العمليات العشريه في الثانيه الواحده. صحيح. البي 200 لا، ده الابجريد اللي هو السيريز اللي بعده، ده بقى بيعمل 9 بيتا فلوبس، يعني اكتر من مم. الدبل. فانت مم. شايف السرعات بتزيد ازاي. حاجه صحيح. ضخمه جدا يعني ما مم. فيهاش هزار. تالت فاكتور واخر فاكتور هتكلم فيه في ايه الفرق ما بين الاي اي ورك لود والتراديشنال ورك لود، هو شكل الداتا فلو. يعني خلينا برضو في نفس المثال بتاعنا بتاع الاي كوميرس بتاع اللي هو مم. اليوزر عايز يشتري حاجه، عايز يجيب حاجه، عايز يحجز حاجه في التراديشنال داتا سنتر. آه انت عارف مثلا عندك كام يوزر، 100,000 200,000 ايا كانت عددهم كام، الترافيك اللي بيعملوه ولا حاجه. يعني مم. مقارنه بشكل الداتا سنتر دي، هو يبان العدد كبير، يعني عدد مم. ترانزاكشن كبير، بس الترافيك الفوليوم كام ميجا كام جيجا، مش هقول كام تيرا طبعا عشان احنا ما بنوصلش لكده، فيش. بيحصل على الداتا سنتر رقم ضعيف جدا
ليه؟ لان هو اليوزر اصلا بيدخل مثلا يعني يعمل ايه؟ يحجز حاجه مثلا، يضيف حاجه في الكارت عنده، يختار برودكت، يدوس نيكست، يشوف البرودكت اللي بعده. ترافيك قليل قوي. ده غير بقى طبعا ان هم اخوان الديفلوبر بيعملوا حركه كده يعني ظريفه شويه، ان مم. هو بينقل الكود بتاع الاكسكيوشن عندك انت. يعني ما فيش اه. حاجه اصلا بتحصل لها اكسكيوشن عندك على الباك اند. ده هو بياخد الكود. يعني انت مثلا دخلت على علي اكسبريس بتدور على اه. برودكت، فبيطلع لك صفحات كتيره. انت متخيل ان انت كل ما بتدوس تكست انت بتروح اه. تسال السيرفر هات لي الصفحه اللي بعدها، هات لي البرودكت اللي بعده؟ اه. لا خالص. انت جالك اه. تعرض 5 صفحات. فانت مبسوط انت عمال بتروح نيكست وباك، وفي الاخر انت اصلا كل الحاجات بتحصل صح. بروسيسنج عندك يعني. فده الكلاينت سايد صح. صح. اكسكيوشن. صح. من الاخر يعني مفيش ترافيك عنيف بيحصل عندك. وايفن مم. حتى لو كان عندك مثلا ترافيك زي حاجه زي يوتيوب ستريمينج مثلا او فيديو ستريمينج، بالظبط. الحاجات دي بالظبط. بتتنقل على كاشنج، بتتنقل على السي دي مم. ان، بتروح مم. عند اكاماي، بتروح عند كلاود فلير، بيحصل لها سيرفنج من هناك. الشاهد اه. بالموضوع مفيش ترافيك كبير بيحصل على التراديشنال داتا سنتر زي انت متخيل. تمام. تمام. الاي اي ورك لود او اي اي داتا سنتر الموضوع اه. مختلف. احنا بنتكلم اه. هنا في نص مليون جي بي يو محتاجين يكلموا بعض في العمليه اللي انت شرحتها المره اللي فاتت اللي هي بتاعت مم. الكور ريديوس. اه. بعد ما الجي بي يو بتقعد تتعلم وتحاول تتوقع الكلمه اللي جايه، او بتعمل الفورورد باس وبتحاول مم. تتوقع الكلمه وتشوف إيه اللي حصل بعدها، الكلمه اللي المفروض تيجي بعدها ايه. لازم الجريدينتس يتبادلوا مع بعضهم، لازم يحصل كده المشتقات او مشتقات التعليم ده، لازم الجي بي يو ترجع تكلم بعضها تاني. ده ترافيك صحيح. كبير. مم. كبير قد ايه؟ لو خدنا مثلا حاجه زي الجي بي تي 3، نفس المثال اللي انت قلته بتاع المره اللي فاتت بالظبط، ده في 175 مليار بارامتر في 2 بايت. يعني اضربهم في 2 بايت. ايه اللي بقى ال 2 بايت ده؟ ارجع برضه الحلقه اللي فاتت تعرف ان في حاجه اسمها البرسيشنز او الاف بي مم. مم. او فلوتنج بوينت. لو ضربتهم في بعض بحيث بكده هيطلع لك 350 جيجا من مم. الترافيك. المفروض الجي بي يوز دي تكلم بعضها في تتبادلها الوقت ما ده. بين بعضها. تمام. الجريد ده، بص يعني انت مش غريب. مم. لو 350 جيجا على وان لينك، على لاندنج مم. ستيشن، على اي جي دبليو، هقول لك ترافيك كبير. بس جوه داتا سنتر ترافيك كبير. يعني انا لما شفت الرقم ده في الاول صراحه يعني حسيت ان هو مانجبل، يعني مش مم. كبير قوي. يعني 350 جيجا مم. رقم محترم يعني. هيحصل لك مم. جزء مثلا ساتوريشن مثلا شويه، بس انت الابليكس كلها بتتكلم في 400 جيجا دلوقتي يعني الميد تير مم. سويتش يعني. بس بقى لما تعرف هو بيحصل في قد ايه تفهم قد ايه الرقم ده فعلا كبير في جوه الداتا سنتر. الرقم ده ما بيحصلش مثلا في الثانيه او في اتنين او في ثلاثه او في وقت مثلا بياخد وقت. ده بيحصل في ملي سكند، في كام مم. ملي سكند قليلين. مم. لازم ال 350 جيجا دول كل جي بي يوز تكلم يكون. بعضها وتقول ايه اللي حصل لها. فهي ما صحيح. تبصش صحيح. على الترافيك كحجم في كام مم. بيجي كام جيجا بت. لا، هو بيحصل في قد ايه. بيحصل في ارقام ممكن مثلا تقل من 50 60 ملي سكند. ال 350 جيجا لازم يكلموا مم. بعض. مم. ده ستريس مش طبيعي عن النتورك. تمام. فملخص كده يعني الفرق ما بين ده وبين ده ممكن نلخصهم في الثلاثه او في 3 معايير اساسيه: الاركتكتشر والسكيلينج والداتا فلو. الاركتكتشر مختلف لان الجي بي يوز في حاله الاي اي داتا سنتر عددها كبير، فلازم تبان ان هي لير واحده. السكيلينج اللي بيحصل في الاي اي داتا سنتر لازم بيبان ان هو سكيل اب مش سكيل اوت. مم. الداتا مم. فلو رهيب، ترافيك ضخم جدا جدا بيتم تبادله في وقت قليل قوي. في فده وقت كده سريعا قليل ما بين الفرق عدد ما بين كبير الاثنين من الجي بي يوز في نفس الوقت. في نفس اللحظه او في نفس الوقت. يعني لازم كلهم يحصل لهم تبادل الترافيك ده. فدي كده اول عدسه ممكن تبص عليها لاي اي داتا سنتر. اتكلمنا بقى انت عن تمام. العدسه صحيح. الثانيه، النتورك. تمام. دلوقتي النتورك حصل عليها ستريس كبير. ايه اللي بقى اللي بيحصل صحيح. بالظبط؟ صحيح. صحيح. طيب خلّينا برضه علشان نجاوب على السؤال دوّة، خلّينا هندرس كده 2 concepts تمام، مهمين جدًا في حتّة الAI ready data centers. أول حاجة في concept اسمه الtail latency تمام، الtail latency ديّة أظن الناس بدأت تسمعها دلوقتي الفترة الأخيرة. الtail latency ديّة خلّينا كده نتخيّل إن أنت عندك في network وفي frames كتيرة بتعدّي في الnetwork ديّة. المفروض إن الprobability distribution بتاع الlatencies أو الdelays اللي الفريمز دي بتتعرض لها وهي بتتنقل ما بين الجي بي يوز بيبقى لها زي بيل كيرف كده نبقى نعرضه على الشاشه. تمام. البيل كيرف دوت ماشي. البيل كيرف دوت في حاجه اسمها الهيد ليتنسي. الهيد ليتنسي دي اللي هي الفريمز اللي بتتعرض لاقل حجم او لاقل وقت من الليتنسي. تمام. خلينا نفترض مثلا ان اوكي. الافريج ليتنسي مثلا جوه الداتا سنتر بتاعك مثلا بتتكلم في 10 ملي سكند. جميل.
في جزء قليل جدا 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 من الفريمز بيتعرض لليتنسي اللي هي الهيد ليتنسي ديت. هنفترض مثلا انها في الرينج بتاع ال 1 ملي سكند. ده مش مشكله، حلو كويس سريع. يعني ايه المشكله يعني؟ المشكله مش في الهيد ليتنسي ولا في الماجوريتي. المشكله في التيل ليتنسي. تخيل انت عندك البيل كيرف كده، في عندك 1% من الفريمز اللي بتعدي جوه الداتا سنتر بتاعك بتتعرض لليتنسي. الليتنسي ديت مثلا ممكن تتكلم مثلا هنفترض في رينج ال 50 ملي سكند. تمام. مع ان عددهم قليل بس الامباكت بتاعهم كبير جدا جوه ريدي داتا سنتر. ليه بقى؟ علشان النقطة اللي احنا اتكلمنا عليها بتاعة الاور ريديوس. عشان كده الحلقة اللي فاتت احنا ستريس دي جامد جدا على موضوع الاير ريديوس. الاور ريديوس دوت ميني تو ميني كوميونيكيشن بيحصل ما بين الكل جي بي يوز، وهو دوت اللي بيعتبر السينكرونايزيشن اللي ما بين الجي بي يوز علشان يبتدوا الاتريشن الجديدة من التريننج. فاكر احنا اتكلمنا ان احنا عندنا الداتا سيت بتتقسم باتشز، كل باتش بتاخد اتريشن من التريننج. مش هنبتدي الباتش الجديده لغايه لما كل الجريدينتس تكون ادفرتايزد ما بين الجي بي يوز وبعضها. تمام. طيب ايه برضو ايه المشكله يعني ما بين كل دوت؟ كل الجي بي يوز لازم يقولوا لبعض ان هم خلصوا البروسيسنج بتاع الداتا سيت الحاليه اللي في ايديهم دلوقتي بالظبط. عشان انقل للباتش اللي ازاي؟ بعدها. اوكي. بالظبط. ازاي بيقولوا لبعض ان هم خلصوا؟ تمام. في طبعا في نوتيفيكيشن مسجز وكده، بس في ماجوريتي من الموضوع بتاع النوتيفيكيشن دوت اسمه سينكرونايزيشن. السينكرونايزيشن في الاي اي تريننج هو الاكستشينج بتاع الجريدينتس بالاور ريديوس اوبريشن. الموضوع دوت اجريسيف جدا، ميني تو ميني كوميونيكيشن. وايه بقى النقطه المهمه؟ التيل ليتنسي. ابطا فريمز في الديستريبيوشن دوت هي اللي بتدومينيت، هي اللي بتاثر على الاوفرول جوب كومبليشن تايم. احنا كده نطينا للنقطه الثانيه اللي احنا كنا عاوزين نتكلم فيها. احنا قلنا التيل ليتنسي هي ابطا فريمز جوه الفابريك بتاعك وبتاثر على الجوب كومبليشن تايم. ايه الجوب كومبليشن تايم دوت؟ هو دوت الوقت اللي كل iteration بتحتاجه علشان تديكلير ان هي خلصت ونبتدي الiteration اللي بعديها. تخيل مثلا ان انت عندك داتا سنتر، انا افترض ان هو متوسط في 4000 جي بي يو. تمام. ال 4000 جي بي يو عملوا البروسيسنج بتاعهم وخلصوا الكالكوليشنز بتاعتهم وبداوا يكستشينجوا الجريدينتس. تخيل ان انت حصل عندك مثلا بيرست في النص، بيرست ولو 1 2 ملي سكند. البيرست ديت هتعمل حاجه، فاكر انت حاجه اسمها الباتر فلاي افكت؟ الباتر فلاي افكت دوت بيقول لك ان ممكن يكون تشينج صغير جدا في منطقه على بعد الاف الاميال تعمل تورنيدو. هو ده اللي بيحصل بقى بالظبط. كلها. بالظبط هو ده اللي بيحصل. التيل دي ممكن تكون فريم او اتنين او تلاتة اتعرضوا لتيل ليتنسي above الافريج بكتير، تعطل كل الاتريشن ديت. ليه؟ جي بي يو منتظر ان يجي له فريم علشان يعمل الكالكوليشنز بتاعته ويديكلير ان هو فينيشد. كل الجي بي يوز خلصت والجي بي يو دوت قاعد منتظر فريم او اتنين هم اللي معطلينه الدنيا. تمام. فانت كده متخيل الموضوع ان انت ممكن يكون عندك ديلي بسيط لفريم او لمجموعه من الفريمز يأكوميليت تعطيل وديلي للجوب كومبليشن تايم ممكن يوصل لايه؟ لساعات. تخيل ان انا بقول لك 1 و2 ملي سكند ديلي، بس في عدد من الملايين من الكمبيوتيشنز بيحصل. الاكوميليشن دوت هيوصلك ان الجوب كومبليشن تايم بتاعك ممكن يعطل بالساعات. يعطل بالساعات جي بي يو دي كوست كبيره جدا، كوست كبيره جدا. انت عارف ان اصلا التريننج دوت ذات نفسه ممكن ياخد مثلا 90 يوم 120 يوم علشان تقعد تقاد عليه كمان ايام زياده. دي كوست وجي بي يوز انت شاريها اصلا بالاف الدولارات. بالتالي اقل جي بي يو دلوقتي ب 30,000 دولار علشان تانونس الجو تو ماركت بتاعك بتاع ان انت فاينلايزد. بالظبط علشان تفاينلايز التريننج بتاع الموديل بتاعك. فاي ديلي مش اكسبتابل باي صوره من الصور يعني. يعني انت كده بتقول لي كده. انت كده بتقول لي ان لو في ديلي في كام باكت، في كام فريم، في كام ميلي سكند، ده بيرفلكت، يعني بيقعد يهد اب كده او يبيلد اب لحد ما بيوصل لكام ساعه او لكام يوم اوفرول. يعني كام ديلي في الباتش بروسيسنج اللي هو الصغير اللي بيحصل، او يعني مثلا كام ميلي سكند اللي بيحصلوا ديلي دول بيأثروا ان هو ممكن توصل لايام، بيرفلكت الايام.
يعني متاخره مش بدل هنبالغ مثلا ما بايام، طلع خلينا بوت. نقول ساعات. خلينا نقول ساعات علشان ما نبقاش مبالغين يعني قوي. اوكي. وده بيفكر بقى طبعا بقى يعني بالكوست اللي انت بتاخدها بقى، يعني الكوست التانيه بقى اللي انت بترن جي بي يوز فاضيه، ما او يعني انت عمال بالظبط، تديها باور وكولينج على حاجه ايدل اصلا يعني. الجي بي يو بالظبط كده، مستني الفريم ده. اوكي. بالظبط بالظبط اوكي. بالظبط. انت عارف دي في م. حد ذاتها برضه فيها اختلاف ما بينها وبين تراديشنال داتا سنتر. يعني مرة خلينا نرجع بس بسرعه في الحته دي. اه ان هو ممكن في التراديشنال ورك لود يعرف ياكوموديت صح الديلي او الليتنسي اللي بيحصل ما بين الابلكيشنز دي. يعني يعني يقدر يعوضه كده ايه بشويه تكنيك. بس دلوقتي صح بتتكلم في هنا لا، يعني نو واي. لو في ديلي فهو في ديلي، ولو في ديلي بالظبط هيأثر على كل، او في ليتنسي هيأثر على كل البروسيس اللي بعدها. تمام. اوكي. بالظبط بالظبط. ودوت جاي من طبيعه الورك لودز اللي هي الاي اي ورك لودز. الاي اي ورك لود زي ما كنا بنتكلم من دقائق امم. دلوقتي، في كونسبت حاجه مونوليتيك في الموضوع، مفيش مايكرو سيرفيسز او مفيش حاجات ستاند الون. صح. دي بروسيس ديستريبيتد على كل الجي بي يوز، تريننج صح. موديل على كل الجي بي صح. يوز، وباتش متقسمه، وكلهم لازم في الاخر يكومينيكيتوا. فذا سلوست ويل دومينيت، ذا سلوست ويل دومينيت، ابطا واحد كل التانيين قاعدين منتظرينه. ها خلصت؟ يلا خلص، والتاني قاعد اوكي. منتظر فريم عطلان علشان ايه؟ يديكلير ان هو خلص، ويبتدوا ان هم ايه، يقفلوا الفيز ديت او الاتريشن دي، ويبتدوا ايه على اتريشن جديده. فاحنا في النقطه ديت كده سريعا، صح. احنا كده شرحنا التيل ليتنسي، وازاي ان التيل ليتنسي ليها امباكت كبير جدا، ممكن يبايل اب وممكن يبقى اكيوميليتد ان هو يعطل الاتريشنز لساعات. تمام. وشرحنا الكونسبت التاني المهم بتاع الجوب كومبليشن تايم، وهو دوت المقياس اللي بيقيسوا بيه الوقت اللي بيستهلكه كل اتريشن في التريننج على بال ما ايه ما تخلص. الجوب كومبليشن تايم بيتكون من 3 اجزاء، بس خلينا نفترض كده ايه للسهوله، يعني جزئين: جزء الجي بي يو كالكوليشنز، وهو ده الاصل. انا الاصل ان انا بعمل جي بي يو كالكوليشنز. المشكله ان في الحقيقه ان تقريبا تلتين الوقت بتاع الجوب كومبليشن تايم، تخيل فين؟ في النتورك. معظم الجوب ما تقولش في كومبليشن النتورك، تايم كنت لسه اقول لك. في النتورك، في اه. النتورك للاسف. اوكي. معظم الجوب كومبليشن تايم بيبقى ضايع في النتورك. تمام. علشان كده دايما في ستريس كبير على اوكي. الانهانسمنتس بتاعه النتوركينج ستاك. يعني انا افتكر اوكي. في زي وايت بيبر كده كانت نشرها ميتا، افتكر من سنتين، فكانوا عاملين زي مقارنه كده ما بين كذا ورك لود والتايم كونسيومد على النتورك. تمام. اسوأ موديل فيهم كان بيكونسيوم 57% من الوقت، اللي هو اولموست 60% من الوقت بتاع الجوب كومبليشن تايم جوه النتورك. يعني احسنهم حالا كان 18% في النتورك، وده اكيد ده كان موديل اصلا كان مثلا شغال على سيرفر واحد، او هو كومبيوتيشنال انتنسيف نفس اكتر الرك ما مثلا. هو اوكي. مثلا في او ان هو كومبيوتيشنال انتنسيف، وحجم الداتا اللي ما بين الجي بي يوز قليله، واخد بالك. انما الماجوريتي طبعا ان في جزء كبير جدا من الترافيك بيعدي في الايه، في النتورك. فالوقت دوت الجي بي يو سريعه اوكي. جدا، بتنتظر النتورك ان هي تديليفر الفريمز والكلام دوت. اي عطله بسبب التيل ليتنسي او بسبب المشاكل التانيه اللي لسه هتكلم عليها، ده من الاخر كده تايم از ماني. يعني تايم از ماني في الحته بتاعت الاي اي ريدي داتا سنترز. تمام. اتكلمنا على يع- يعني من غير انهانسمنت في النتورك، من غير انهانسمنت في النتورك في الجزئيه دي احنا كده متعطلين تلتين الوقت. يعني مثلا لو انا مش هعرف يعني انهانس الورست النتورك ما كيس. بين الجي بي يو بالظبط فيعني يعني. بالظبط اوكي. بالظبط. وخلي بالك، وهو المشكله في حاجه كمان، هي مش المشكله ان مجرد ده وقت نون برودكتيف. الوقت البرودكتيف هو الوقت اللي على الجي بي يو، هو الوقت اللي انت بتعمل فيه الكالكوليشنز. انما ايه يا فرحتي ان في داتا ماشيه في النتورك 60% من الوقت. هي النتورك بتعمل ايه اصلا للداتا؟ هي بترانسفير، هي بايب بتنقل من هنا لهنا. هل الصح ان انا معظم الوقت اكون بقضيه في الكوميوت؟ يعني تخيل كده ان انا بدل ما اكون مثلا قاعد وركينج فروم هوم مثلا شغال، مضيع وقتي عمال رايح الشغل وراجع من الشغل. علشان كده الناس دلوقتي بتحب الهايبر موديل والهايبريد موديل، وبتحب انها تشتغل من البيت والكلام ده علشان تافويد حته الكوميوت. هي دي نفس الفكره. انا دلوقتي تلتين وقتي مقضيه في النتورك، عمال بتنقل ايه ما بين الجي بي يوز والجي بي يو، منتظر الداتا تجيله من جي بي يو تاني والكلام دوت. فده طبعا بيحط يعني لود كبير جدا على النتورك انجينيرز، يعني الله يعينهم بقى. تمام. انت عارف انا متخيل مش الليتنسي، تخيل لو الباكت حصلها دروب. يعني دلوقتي الباكت دروب ده آه بالنسبه لها ده اعدام، ده ده ما انت ينفعش. بقى بص، انت كده الباكت نطيت دروب ده للنقطة ري التانية اللي ترانسميت. لسه. ده ايه بقى؟ ده الباكت دروب، ده الباكت دروب بقى في الحتة بتاعت الاي اي، يعني اسوأ حاجة ممكن تحصل، اسوأ من الديلي. ليه طبعا. بقى؟
طبعا. ده بقى هيجيبنا ما شاء الله عليك يعني للنقطه الثانيه، النقطه بتاعه الباكيت لوس والامباكت بتاعه في النتوركينج ستاك. مشكله الاي اي اوكي. ورك لودز ان هي بتعتمد على بروتوكول في الداتا ترانسفير اسمه الار دي ام اي. اظن ممكن يكون يعني معظم اوكي. المستمعين والمشاهدين يكونوا سمعوا عن اعتقد كلمه روكي. روكي دي اللي هي ار دي ام اي اوفر كونفرجد ايثرنت. تمام. ار دي ام اي اوفر كونفرجد ايثرنت. هنتكلم على الروكي في حلقات تانية بالتفصيل يعني، بس احنا مش عاوزين نستبق الاحداث. المشكله ان الروكي ده ترانسبورت بروتوكول عليه الار دي ام اي، هو ده الترانسفير بروتوكول اللي بينقل الداتا ما بين الجي بي يوز. طيب ليه احنا بنستخدم الار دي ام اي الار دي ام اي ده اللي هو ريموت دايركت ميموري اكسس. ريموت دايركت ميموري اكسس اسمه بيشرح نفسه. جي بي يوز عليها ميموريز بتحاول تكلم بعضها باقل ليتنسي وباعلى ثروبوت. باقل ليتنسي وباعلى ثروبوت. تمام. فعلشان يوصل لاقل ليتنسي هو بياخد مجموعه من الشورت كاتس. الشورت كاتس دي بتعمل له مشاكل. ايه بقى اهم شورت كات بياخده؟ بيستخدم تكنيك علشان يضمن الريليابيليتي بتاعت الترانسميشن اسمه جو باك ان. اظن الناس اول مره تسمع كلمه جو باك ان ديت. لا جو انا باك ان ديت لا. خلينا نقارن كده، خلينا نقارن الار دي ام اي ستاك بالتي سي بي ستاك. تمام. الار دي ام اي ماشي. الار دي ام اي في كوميونيكيشن دايركت ما بين الميموري للنيك على طول، بيباي باس الكيرنل، بيباي باس السي بي يو. مفيش اي بروسيسنج بيحصل من السيرفر على الداتا فلو ذات نفسه. الداتا من الجي بي يو، من الميموري بتاعت الجي بي يو، ينزل على طول للنيك اللي بيسبورت الار دي ام اي لايبراري. ليه؟ علشان كل الديليز اللي ممكن يقادها الكيرنل او السي بي يو. تمام. طيب التي سي بي عادي بيعدي على الكيرنل وبيعدي على السي بي يو. بيقاد ليتنسي وبيقاد ديلي في الستاك، صح؟ في بروسيسنج اتعمل على السي بي يو، في بروسيسنج بيتعمل في الكيرنل. الار دي ام اي علشان يافويد ويوصل لحته اللو ليتنسي اللي احنا بنتكلم عليه بيباي باس الكلام دوت. تمام. طيب ازاي بقى الار دي ام اي بيقدر يوصل لحاله الريلابيليتي في الداتا ترانسفير؟ بيستخدم الجو باك ان تكنيك دوت. الجو باك ان تكنيك بكل بساطه بيبقى عندك في سندر وفي ريسيفر. جميل. السندر بيبعت الفريمز ورا بعضها. ماشي. هنفترض ان احنا عندنا في فريم 0 1 2 3، بيبعت على طول 0 1 2 3، ما بينتظرش اكنولجمنت من الريسيفر زي ما بيحصل في التي سي بي. تعرف في في التي التي سي سي بي بي. بيبقى فيه السن والسن اك والاك لكل فريم. كل فريم ليه السن والسن اك، الثري هاند 3 واي هاند شيك. تمام. الار دي ام اي علشان يسرع البروسيس دي، الار دي ام اي مش يستحمل ان كل فريم يقعد يعمل له 3 واي هاند شيك، مش هنخلص بالطريقه دي. فهو بيستخدم كونسبت كده اسمه سلايدنج ويندو. تمام. انا هبعت الفريمز، هنبعت 4 4 مثلا مع بعض او 5 5 مع بعض حسب ما السندر والريسيفر يتفقوا. تمام. طيب السندر، تخيل معايا ان السندر بعت 0 1 2 3. اوكي. والريسيفر ماشي. مستقبلهم. ماشي. السندر المفروض بقى انه يستقبل اكنولجمنت للفريمز دي، ان السندر يجي يقول له انا استقبلت فريم 0، استقبلت فريم 1، استقبلت فريم 2. تمام. تخيل بقى ان لو حصل دلوقتي باكيت لوس عندنا في النتورك، راح السندر استقبل الاكنولجمنت بتاع فريم 0 وفريم 1، جه فريم 2 ما استقبلش الاكنولجمنت بتاعته. فانت متخيل في حاله التي سي بي عادي ماشي يعمل ريترانسميت ل 2. لا للاسف بقى هو مش هيعمل كده في في الجو باك اند تكنيك. اللي هيحصل ان هيبعت كل الفريمز تاني، هيطلب من السندر ان يبعت تاني كل الفريمز اللي موجوده في السلايدنج ويندو بتاعته. فتخيل لو انا عندي السلايدنج ويندو بتاعتي 4 فريمز، هيطلب منه انه يبعت الاربعه فريمز دول تاني. فتخيل مثلا ان فريم رقم 2 مثلا وقع، يبقى 2 و3 و4 و5 هيتبعتوا تاني من اول وجديد. مع ان 3 و4 و5 دول خلاص ممكن يكونوا اتبعتوا، بس لا، الريسيفر وصل. هيعتبر والله انا ما وصلنيش حاجه، ما دام 2 دوت ما وصلش ابعت لي بقى تاني من اول وجديد. فتخيل حجم الترافيك اللي ممكن يتبعت لو حصل باكيت لوس بالطريقه ديت. فده بقى للاسف من العيوب بتاعه الباكيت لوس لو حصل يعني جوه الاي اي داتا سنتر. عشان كده دايما بنقول ان الاي اي داتا سنتر ده المفترض يبقى لوسلس فابريك. ليه؟ لان اي لوس بيعمل الامباكت بتاع الجو باك ان دوت. مفيش احتماليه
ان انت تبعت زي في التي سي بي كده ان فريم معين سيلكتيفلي تقول له اعمل له ريترانسميت، لا، انت بتعمل ريترانسميت لمجموعه من الفريمز. فتخيل مع كميه الداتا اللي احنا بنتكلم فيها بالجيجا بايتس وبالتيرا بايتس، لا انت ممكن الجو باك ان دوت يعمل لك مشاكل كبيره جدا جوه الايه، جوه الفابريك بتاعك. يعني هي حته عامله زي تريد اوف كده، يا اما اكبر السلايدنج ويندو فابعت ترافيك كتير واتمنى ان هو يوصل للناحيه التانيه، او لو انا كبرت السلايدنج ويندو وواحده باكت بس من السلايدنج ويندو دي وقعت، فهضطر اريبلاي كل- كل الباكتس دي مره تانيه. بالظبط 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 يعني انا بالظبط. مش بعيد ارسال الباكت واحده وقعت، لا ده انا بعيد ارسال كل الباكتس اللي كانت اسوشيتد اللي وزن بالسلايدنج ويندو دي. الويندو، بالظبط كده بالظبط كده. بروتوكول غريب، ف انا ما اكدبش عليك. اه فده يعني عايزين نبقى نحاول نشرحه مع بعض الفتره اللي جايه عشان افهم صح ايه الكونسبت صح بجد، يعني ليه لازم نعملها دي. تمام اوكي، صح. بس ما احنا كده احنا اتفقنا، الار او دي ام يعني اي نقدر نقول والروكي ايه. هنتكلم عليهم اكتر ان شاء الله في الحلقات الجايه. بس الحلقه دي احنا بس اوكي. بنجاوب على السؤال ليه احنا محتاجين حاجات جديده، تكنولوجيز جديده، كونسبتس جديده، علشان ندرس بيها المشاكل بتاعه الاي اي ورك لودز. فالحلقه دي هي موستلي ممتاز. اراوند المشاكل بتاعه الاي اي ورك لودز. زي ما قلنا اول لينس احنا اتكلمنا ايه الفرق ما بين الاي اي ورك لودز والتراديشنال ورك لودز. في اللينس دي احنا بندرس الاي اي ورك لودز وايه الامباكت بتاعها على النتوركينج ستاك. اول حاجه زي ما قلنا التيل ديليز والامباكت بتاعها على الجوب كومبليشن تايم. واتكلمنا طبعا دلوقتي انت لقطتها من موضوع الامباكت بتاع اي باكيت لوس ممكن يحصل، وازاي باكت الامباكت لوس. بتاعها بالظبط هيبقى كبير جدا بسبب البروتوكول اللي اسمه الجو باك ان، اللي هو الريليابيليتي، نقدر نقول الريليابيليتي الجوريزم اللي بيستخدمه الار دي ام اي. تمام. طيب ايه بقى تالت حاجه؟ حاجه برضو انت قلتها في الفروق ما بين الاي اي والتراديشنال ورك لودز، النقطه بتاعت اللي احنا هنسميها كده الايه، الاليفانت فلوز. طبيعه الاي اي ورك اليفانت لودز فلو. اليفانت فلوز. تمام. الاليفانت اوكي. فلوز ديت معناها ايه؟ معناها ان الاي اي ورك لودز ديت هي فيها فلوز اوف ترافيك ضخمه جدا، ماشي، ضخمه جدا يعني حجمها كبير، ما بين الجي بي يوز دي اللي هي اللي احنا كنا بنتكلم فيها الجريدينتس، دي فلوس بالجيجا بايتس. تمام. ضخمه اوكي. وايه ولونج ليفنج. لونج ليفنج يعني ايه؟ يعني ده فلو بتانيشيت ما بين جي بي يو وجي بي يو، ممكن يقعد بالايام وبالاسابيع. تخيل كده، انت ما اكيد انت عمرك ما شفت في تراديشنال ورك لود فلو بالمنظر دوت، مم. ايست ويست فلو. تمام، ايست اه. ويست فلو. واحده كده اه. مم. بالظبط، انت متعود ان انت في التراديشنال ده فلو ممكن يعني يتانيشيت ويترمينيت within seconds minutes hours، واخد مم. بالك يعني ماكسيمم اور، بس hours دي حتى يعني كبيره قوي يعني. ما انما في اعتقدش الجي حتى بي يو بيوصل لاكبر من كده يعني اه. بالظبط، انما في الاي اي تريننج والجي بي يوز كوميونيكيشن دي فلوز بتتانستنشيت وبتقعد بالايام وبالاسابيع. ليه؟ لان هي كوميونيكيشن على طول ما بين الجي بي يوز، كالكوليشنز بتحصل وبيتبادلوا الايه الجريدينتس، كالكوليشنز بتحصل وبيتبادلوا الايه الجريدينتس. فعشان كده بيسموها اليفانت فلو. الاليفانت كبير قوي وتقيل قوي واخد بالك. فهو ده نفس الفكره، الفلو الاليفانت فلو دوت، ده فلو حجمه كبير جدا وبيقعد بالايام وبالاسابيع لونج ليفنج جوه الفابريك بتاعك. تمام. وفي نقطه ثالثه بقى في الاليفانت اوكي. فلوز ديت او في الاي اي ورك لود فلوز ديت، اللو انتروبي. اللو انتروبي، كلمه الانتروبي ديت دي كلمه بيستخدمها النتورك انجينيرز علشان يكسبلين الراندومنس في الثري تيوبلز بتاعه الباكت. تعرف الباكت بتبقى مشهوره ان فيها السورس والديستنيشن اي بي وماك والبورت اي دي. دي ديتا بتبقى موجوده في الهيدر، بتدخل على الهاشنج الجوريزم بتاع الراوتر او بتاع السويتش علشان يبتدي يعمل لود شيرنج. انت عندك دلوقتي بوكس معين عليه 4 لينكات، انت الطبيعي ان انت توزع الترافيك على ال4 لينكس ديت. وموستلي بنستخدم الاي سي ام بي. الاي سي ام بي هو هاشنج الجوريزم بيبقى موجود على البوكس، بيضرب اللي هي الداتا اللي احنا قلنا عليها ديت اللي هي السورس ديستنيشن، سورس ديستنيشن والبورت اي دي، بيضربهم في الخلاط كده بهاشنج الفايف الجوريزم. تيبلز دول. بالظبط، مم. بيضربهم بحيث ان انت يجي يقول لك الفلو دوت يطلع من لينك 0، الفلو دوت من 1، الفلو دوت من 2. وستاتستيكلي مع الوقت بيحصل زي شبه ايكوال لود شيرنج ما بين الايه، ما بين اللينكات بتاعتك. ده في الحاله اوكي. الطبيعيه.
ده في الترافيك الطبيعي اللي احنا بنشوفه دايما. مشكله بقى الاي القديم اي، التراديشنال. بالظبط الاي مم. اي ورك لودز، الفلوس بتاعتها فيها اشكاليه كبيره، ان هي ايه، لو انتروبي. لو انتروبي ليه؟ انا زي ما قلت لك، هو 2 جي بي يو بيكلموا بعض بحجم كبير جدا من الداتا، سورس وديستنيشن، هو ما فيش اي تشينج ما بينهم، والايام طويله. مم. فتلاقي الفلو دوت لونج ليفنج وعلى لينكايه معينه موستلي، لان هي عدد الفلوز كبيره، واخد بالك، وحجم الترافيك اللي فيها كتير، ومفيش انتروبي اناف في الهيدر بتاعها علشان توزع على الابلينكات مثلا بتاعه الليف مثلا، او بتاعه السباين سويتش مع جوه عندك في الاسبوعين. الفابريك. مم. فهتلاقي الترافيك كانه بولارايزد على لينكايه واحده. يبقى انت عندك ليف مثلا ليه لينكتين، اللينكايه كل الترافيك جاي عليها، واللينكايه مش شايله حاجه. ليه؟ لان الهاشنج الجوريزم بتاعك، الداتا اللي موجوده في الهيدرز بور، مش سفيشنت ان انت تعرف تعمل لود شيرنج ما بين اللينكات. ما عندكش داتا تقول مم. لك ان الفلو دوت يطلع هنا والفلو دوت يطلع هنا. بطبيعه الحال انت عندك في التراديشنال ورك لودز في فلوز كتيره، حجم الترافيك بتاعها مودريت، وفي اناف انتروبي ان انت تقدر توزعهم على الاب لينكس بتاعتك. ده ما بيحصلش في الاي اي ورك لودز. الاي اي ورك لودز عدد اقل من الفلوز، حجمها كبير جدا، والهيدر بتاعها الانتروبي بتاعها ضعيف جدا. فده بيخلي في حاله من البولاريزيشن او الاستقطاب، ان معظم الفلوس تطلع على اب لينكس معينه. ودي طبعا حاجه خطيره جدا جوه الفابريك بتاعك. انت بتخلي الفابريك بتاعك لينكس فيه اندر يوتيلايزد، ولينكس اوفر يوتيلايزد، ولينكس فيها كونجيشن، ولينكس البفر بتاع النود سواء كانت ليف او سباين او كده فيها كونجيشن، مش قادره ان هي حتى لو البفر دوت ديب بفر، مش هيقدر برضه ان هو يهندل الكلام دوت. تمام. مم. فدي اشكاليه كبيره جدا في طبيعه ال الفلوز او الداتا فلوز بتاعه الاي اي دوت. طبعا برضه بيعمل بقى مجموعه من المشاكل، مجموعه كده زي ما نكون مثلا بنقول ايه، من الهوت ارياز اللي موجوده عندك في الداتا سنتر. اول حاجه، انت عندك الداتا وهي طالعه من السيرفر للليف سويتش، او من الليف سويتش للسباين. الداتا ديت ممكن تبقى بولارايزد واخده لينكايه واحده. تمام. ممكن من السباين للليف، الوقت. مم. بالظبط، ممكن من السباين للليف تبقى بولارايزد واخده لينكايه واحده، يبقى عندك كذا لينك كلهم فاضيين، والداتا بولارايزد رايحه على ايه، على لينكايه واحده. ممكن من الليف للسيرفر تلاقي ان كل الداتا رايحه لجي بي يو مثلا معين، او للينك نيك معين. دي حاله مثلا بيسموها الانكاست. الانكاست دي كلمه كده مشهوره في المشاكل اللي بتحصل في الاي اي فابريك. الانكاست معناها ايه؟ معناها ان كذا فلو يجي كولايد ويبقى عاوز يكلم جي بي يو معين، او عاوز يأكزت بورت معين من الليف سويتش بتاعك. تمام. فدوت طبعا بيكونسيوم الديب بفر بتاعك، او البفر بتاع الايه، بتاع السويتش دوت، وبيعمل طبعا مشاكل كبيره، كونجيشنز بقى. وزي ما قلنا ان الاكوميليشن بتاع الكونجيشنز دوت بيعلي التيل ديلي، بيعمل باكت لوس، الجو باك ان بروتوكول يشتغل. فطبعا تلاقي الدنيا ايه، حصل كولابس بقى للايه، للتريننج بتاعك كله على بعضه. اوكي. كده بتفكرني الصوره السوداويه المتكامله. كان كان في وايت بيبر كده اعتقد من فتره، كان اعتقد نشرتها بايت دانس، يعني الماركه لشركه تيك توك. اه فكانوا بيتكلموا على يعني للاسف على مشاكل اه النتورك تحديدا بقى يعني. فكان واحده من الحاجات اللي هم اتكلموا عليها هي فكره ان اضطروا يعيدوا التريننج 100 مره، 100 مره، مم. مم. بسبب الديلي والليتنسي اللي بتحصل في النتورك، وبسبب ان الايكوال كوست مالتي باس لو سيبناه في الطبيعي شغال بنفس الطريقه اللي بتقول عليها، فكل الترافيك هيروح بولارايز في بروسيس معينه، فهيفضل فيها بالايام ومش صح. هيخلص، فبيأخر الديليز وبيبدا يبيلد اب، فيضطروا يعيدوا تريننج 100 مره، 100 مره بيعيد بالظبط. التريننج. صح. فلا النتورك طلعت ما بقول شيء لك كويس. النتورك بقى، هي شيء كويس، لان بقول لك في الاخر خلي بالك يعني، نرجع علشان برضو ما نلومش النتورك زياده عن اللوم. يعني من غير النتوركينج ستاك الادفانسد اللي موجود، الديستريبيوتد كومبيوتنج دوت ما كانش حد قدر يعمله. ما هو صح صح الديستريبيوتد صح. كومبيوتنج دي هي سيرفرز رهيبه، بس بتكلم بعضها ثرو نتوركينج ستاك. ملهاش حل، مش صح. هتقدر تعملهم فول مش مثلا النكس هنخليها تتوصل بعضها، لازم يبقى فيه باك بون كده. هو حتى دلوقتي انفيديا بتسمي النتوركينج ستاك ان هو الاي اي باك بون، هو النيرفس سيستم للاي اي داتا سنترز دلوقتي.
فاحنا على فكره يعني احنا كل ده بنتكلم عن مشاكل، المشاكل دي ليها حلول يعني، المستمعين يطمنوا يعني. الصوره مش سوداويه. احنا بس بنشرح احنا ليه بدانا نفكر بطريقه مختلفه للاي اي ورك لودز، ومحتاجين ان احنا نعمل لها حلول مش تقليديه. وده اللي احنا هنتكلم بقى عليه ايه اكتر في الحلقات الجايه باذن الله ان شاء الله. بس يعني احنا علشان اتكلمنا دلوقتي كتير على اللينس بتاعه مشاكل النتورك، خلينا بقى نشوف مشاكل تانية يعني. اكيد النتوركينج ستاكس اللي بالطريقه دي والجي بي يو اكيد ليها امبليكيشن مثلا على الباور وعلى الكولينج والكلام ده. خلينا نتكلم برضه في النقطه دي شويه. شباب الباور والاي اند ام برضه ايه يشاركونا يعني. يعني يزعلوا معانا شويه. مش انا بس بالظبط بالظبط. تزعل. فخدوا الطريق المكلف بس اللي هيوفر لهم التايم تو ماركت. جاب الداتا سنتر كلها على الارض. انا ده عندي شيء فعلا. تعليقين كده بسرعه على الخبر اللي انت قلته. طبعا يعني اول واحد يعني ربنا يكون في عون البروجكت مانجر بتاع المشروع ده. ده لو ان الناس في التكنولوجي كومبانيز بتتبع المبدأ بتاع ايه، بتاع فيل فاست دوت. ان انت هنشيل الباب اللي ورا دوت وهنركب عليه ايه، تخيل كده، هنركب عليه رادياتير العربيه.